أهلًا وسهلًا بيكم في قناتنا غواص في بحر الفلك، معاكم رشا سامي، والنهارده إحنا هنتكلم عن برج الثور، تاني برج في الدايرة الفلكية. برج الثور إيه صفاته، مميزاته، عيوبه، أكتر حاجة بتميز مواليد برج الثور، حاجات أكتر ممكن نعرفها عن البرج ده ونعرف صفاته. طيب برج الثور تاني برج في الأبراج، هو عنصره ترابي أرضي ثابت ثبات الأرض، صلب جدا. عارفين الأغنية بتاعت يا واد يا تقيل؟ هو يا واد يا تقيل ده فعلا، يعني هو تقيل في نفسه. برج الثور ما بي مش بيدلق كده، مش متسرع خالص، هادي ثابت رزين جدا، كلامه قليل، هادي طبع، صبور قوي، طويل البال. عاطفته قوية جدا على فكرة، بس مش مندفع أبدا. هو بيعبر لو حب بجد، بيبقى مش لاغي عقله، وبيعبر بالأفعال أكتر بكتير من إن هو يقعد يقول كلام معسول. هو شيك قوي في لبسه وفي مظهره، بيهتم بمظهره جدا برج الثور. تلاقي عنده دايما فن تناسق الألوان، بيحب الطبيعة بس كلاسيكي، هو بيحب يلبس سينيهات، حاجات كلاسيك أكتر من كاجوال، وبيلبس كاجوال، بس يعني تلاقي دايما إن برج الثور بيميل أكتر للحاجات اللي هي مش غريبة، ما بيحبش الحاجات اللي هي تقليعات مثلا، الكلام ده ما يعني الجو ده ما بيحبوش برج الثور. هو بيعشق الجمال، بيقدر أي حاجة جميلة وليها تمن، يعني بيحب الذهب والألماظ والمناظر الطبيعية جدا جدا جدا، يعني ذوقه تحفة جدا في إنك تقعد، يختار مكان مثلا حد يخرج فيه يكون فيه منظر طبيعي. ذوقه برضو ممتاز في الديكور والأساس، وعنده في حتة الفن والإبداع ده، عنده معظمهم في عندهم حتة الفن. من صفاته برضو زي ما قلنا الهدوء وصبر. هو ممكن جدا يشتغل في مجالات زي إنه يبقى مدرب تنمية بشرية، مدرب عادي حتى رياضي، مدرس، معلم، دكتور جامعة. يعني عنده حتة إن هو يصبر ويعرف يوصل المعلومة بهدوء كده ومن غير ما يتوتر. شخص دبلوماسي يعني ذكي جدا، يعني كشخصية سياسية ممكن يبقى شخص ناجح جدا. يعني ممكن في يعني يبقى صلب وشخصية قوية، فصدامي شوية، يعني ممكن يقول كلام قوي ويوجع، يعني لما يكون متضايق. يعني هو من أهم صفاته الكويسة هو يعني مخلص قوي. يعني برج الثور معظم مواليد برج الثور مخلصين جدا في علاقاتهم العاطفية برضو الاجتماعية. عيوب بقى برج الثور، طبعا كل الناس عارفين ان برج الثور عنيد جدا، عنيد قوي، مش سهل خالص تغير رأيه في حاجة، حتى ممكن يعند مع نفسه، يعني حتى لو عيان او تعبان ما يحبش يظهر ده. على فكرة من عيوبه برضو انه بيخاف خوف مرضي شوية من الامراض، هو ما بيحبش يعني يتعب خالص. برج الثور بيخاف على نفسه جدا كمان من الفقر والمرض، يعني جدا عنده وسواس في الموضوع ده. ما بينساش الإساءة أبدا أبدا، يعني مش هنقول قلبه أسود، بس يعني فعلا ما بينساش الإساءة. عنده ثقة زايدة في النفس وعزة نفس كده جامدة جدا، فبتخليه ما يتسامحش حد أبدا بسهولة أساء له. أكبر عيوب برج الثور إن هو ثور، يعني في غضبه ثور، فعلا مدمر بمعنى الكلمة. يعني غضب الثور يعني أي حد وصل برج الثور لمرحلة الغضب، ودي ما بيوصلهاش مواليد الثور بسهولة، يعرف إنه راحت عليه كده شكرا. يعني أكتر برج ممكن يدمر اللي قدامه لو غضب، بس دي مش بيوصلها غير بعد بجد صبر كبير جدا على الشخص اللي بيسيء ده. وصلت مع برج الثور للمرحلة دي خلاص هو مش هيعرفك تاني، وغير كده قبل ما هيسيبك هو هيدمرك، فعلا هيدمرك حتى ولو بالكلام، يعني مش هيبقى لك مكانة تاني. ده مشكلة برج الثور. كمان العند طبعا، وانه شخص تقيل كده في نفسه، مش سهل ان انت تخليه يغير اي حاجة من عاداته من روتينه. المرة الجاية ان شاء الله هنتكلم عن يعني
أهم حاجة عايزة أقولها إن برج الثور طبعًا الصفات اللي هو مكتسبها دي هو لإنه برج ترابي أرضي، فثابت ثبات الأرض، وحُبّه للجمال وللطبيعة وصفاته الجميلة دي جاية من كوكب الزهرة. كوكب الزهرة كوكب الرفاهية، كوكب ال يعني كل ما هو جميل يعني. المرّة الجاية إن شاء الله نتكلم عن برج الجوزاء، اللي ناس كتير تقلق منه، بس هو جميل جدًا، فإن شاء الله نتكلم المرّة الجاية عن برج الجوزاء.